من كتر ما أنا باحب كرتون جامبل فقررت أعمل فكرة مجنونة، وهي إن أنا أحوّل كل عيلة جامبل لأشخاص حقيقية، بس ودي فكرة فيديو النهارده وخلّينا نبدأ. وأول شخصية معانا وهي طبعًا جامبل، خلّينا نحوّل جامبل لشخصية حقيقية، جاهزين؟ يالّا بينا. 3 2 1 let's go. واو! بجد، بجد تحس هو ده جامبل لو كان حقيقي، بجد. الشخصية اللي بعد كده وهي أنايس، أنا بجد نفسي أشوف أنايس في الحقيقة. جاهزين؟ يلا 3 2 1. إيه ده؟ بجد يا جماعة الذكاء الاصطناعي ظابطها جدا، تحس إن هي دي أنايس بجد الطفلة الذكية، بجد والله. الشخصية التانية معانا وهي داروين. جاهزين؟ 3 2 1 0. واو، بجد الذكاء الاصطناعي ظابط كل الصور دي بالملي حرفيا. طيب خلينا نخش في الشخصية اللي بعد كده. الشخصية اللي بعد كده وهي نيكول، تمام، الأم. يلا 3 2 1 جو. واو، واو بجد أنا كل مرة بندهش أكتر من المرة اللي قبلها، بجد تحس إن هي مظبوطة حرفيا. المهم خلينا نخش في الشخصية اللي بعدها. الشخصية اللي بعدها وهو الأب واترسون، أكتر واحد غبي وغريب في الأسرة كلها. جاهزين؟ 3 2 1 جو. بالظبط هو ده باترسون، بجد هو ده لو في الحقيقة. يا جماعة الذكاء الاصطناعي حقق لي حلمي وهو إن أنا أشوف كل الشخصيات دي في الحقيقة. المهم خلينا نشوف الشخصية اللي بعد كده. نيجي للشخصية اللي بعد كده وهي الحاجة أم واترسون. بصراحة مش فاكر اسمها، فلو حد فاكر اسمها يكتبولي في الكومنت. المهم خلونا نحولها لحقيقة. 3 2 1 جو. بالظبط يا جماعة، قسما بالله الذكاء الاصطناعي خلاني أتخيل كل أشخاص أسرة جامبل في الحقيقة، بجد. فالمهم وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو في كرتون تاني عايزيني أحوله الحقيقة اكتبولي تحت في الكومنت، وأكتر كومنت هيجيب لايكات هو اللي هعمل عنه الفيديو اللي جاي. وبس، شكرا على اللايك، سلام.